هاي اللعبة ممكن تحول طفلك إلى ضحية تحرش في عالم افتراضي بلا رقابة. خلف هذا العالم الرقمي وجها قاتما أحيانا يسرق من الأطفال براءتهم ويعرضهم لمحتوى لا يليق بأعمارهم. لعبة انتشرت بشكل كتير كبير نعطيها لأولادنا ونحن مش عارفين المخاطر اللي على أولادنا بسبب هذه اللعبة. نهار 8 سبتمبر 2025 الجزائر الجارة لبحذانا قامت الصباح وقررت تسكر لعبة مش موقع قمار، ما هيش ابليكاسيون متاع تعارف، لعبة أطفال اسمها روبلوكس. في جمعة واحدة تنزيل تطبيقات الفي بي ان في الجزائر طلع ب 930%. يعني شنو؟ يعني الصغار ما قبلوش القرار وتحايلوا عليه. 7 دول عربية واحدة بواحدة سكرت ولا قيدت نفس اللعبة، وحتى تركيا سكرتها 680 يوم كاملين، وتونس لا ما زالت محلولة، وولادنا في كل ليلة يلعبوا في اللعبة هذه. تو السؤال شنو لقاو في روبلوكس باش الدول الكل هذم يخافوا منها؟ الجواب ما هوش في اللعبة وحدها، الجواب زادة في ملف قضائي في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا رقمه MDL 3166، وفيه لحد اليوم 177 عائلة. علاش دولة كاملة تسكر لعبة والصغار يتحايلوا عليها بالفي بي ان؟ شنو صار في العراق في أكتوبر 2025؟ علاش شركة تسوى المليارات قبلت تخلص 35 مليون دولار في صلح وهي تقول ما غلطناش؟ أما السؤال الحقيقي علاش عنا احنا مازالت محلولة؟ قبل ما نبدأ رقم واحد برك باش تفهم القضية قديش كبيرة. 380 مليون واحد يلعبوا روبلوكس كل شهر، وأكثر من نصهم حسب الملف الرسمي بتاع ولاية لوزيانا الأمريكية عمارهم بين 9 و 16 سنة، وهذا صدقني ما هوش أخطر رقم في الفيديو. عسلامة أصحابي، شنحوالكم وشنية الجو؟ اليوم باش نحلوا ملف روبلوكس. شكون يستنى في صغارنا داخلها؟ وين تمشي الفلوس؟ وعلاش العالم العربي بدا يسكر فيها؟ وشنو تعمل انت عمليا من الليلة؟ بلا تهويل وبلا تهوين، بالأرقام وبالوثائق برك. يلا بينا. أول حاجة لازم تفهمها، روبلوكس ما هيش لعبة واحدة. روبلوكس منصة فيها أكثر من 40 مليون لعبة، الكل مصنوعين من عند اللاعبين بيدهم. أي واحد في العالم ينجم يصنع لعبة ويحطها غادي، والصغار يدخلوا يلعبوها. تصور ساحة لعب فيها ملايين الأطفال، والبيبان محلولين الكل، والتشات محلول. هذا هو التصميم متاع المنصة من أولها. وتوا نحكي لك قصة خاطر القصص هي اللي تفهم. فما مطور مشهور في روبلوكس اسمه الفني دكتور روفاتنيك، صنع لعبة سونيك ناجحة، عنده جمهور والصغار يعرفوه. من وراء الشاشة الراجل هذا اسمه الحقيقي أرنولد كاستيو، قاعد يستدرج في طفلة عمرها 15 سنة من ولاية إنديانا. شهور هو يحكي معها من لعبة للديسكورد بشوية. وفي أوت 2022 خلص سائق $1000 باش يهزها له من قدام دارها لولاية أخرى. المحكمة حكمت عليه ب15 عام حبس فيدرالي. أما التفصيلة اللي توجع بالحق، المجتمع متاع اللعبة كان فضحه وسماه مفترس قبل الحادثة عام ونص كامل، والكونت متاعه مازال محلول. وكاستيو ما هوش وحده، بلومبرغ نشر التحقيق في جويلية 2024 لقات فيه على الأقل 24 واحد شدوا في أمريكا من 2018 في قضايا متاع خطف واعتداء على صغار تعرفوا عليهم عبر منصة روبلوكس، وفيهم عون أمن، معلم، ممرض. الوحش ما هوش شكل واحد صاحبي. وكان تحسب اللي سمعته توا هو الأخيب، استنى كي تشوف شنو صار مع الشاب اللي قرر يوقفهم. هو اسمه شليب، يوتيوبر أمريكي عمره وقتها 22 سنة. كي كان صغير هو بيدو تعرض لمحاولة استدراج في روبلوكس، كبر ولا يعمل عمليات مصيدة، يتظاهر روحه صغير في الشات، والمفترس يجي للموعد والبوليس يستنى فيه. النتيجة 6 توقيفات حقيقية. وشنو عملت روبلوكس؟ في 9 أوت 2025 سكرت له الكونت نهائيا، وبعثت له انذار قانوني تقول انه طريقته فيها محاكاة تعريض اطفال للخطر وخرق لقوانين المنصة. الانترنت ولا نار، هاشتاج فري شلاب طلع ترند، عريضة وصلت 100,000 امضاء، ويوتيوبرز كبار خرجوا من برنامج الشراكة متاع روبلوكس احتجاجا. وبعد 5 أيام برك ولاية لوزيانا رفعت قضية ضد روبلوكس، والمدعية العامة وصفت المنصة بأنها أرض خصبة لمفترسي الأطفال. وحتى كريس هانسن الصحفي الأمريكي المعروف بملفات المفترسين عمل وثائقي على القضية في فيفري 2026. أما الجملة اللي تلخص الجدل الكل جات من المدير التنفيذي متاع الشركة بيدو. في نوفمبر 2025 سألوه في بودكاست نيويورك تايمز على المفترسين في المنصة، قال إنهم يشوفوها مش كان مشكلة بل فرصة، زادة فرصة. سجل الكلمة هذه عندك،
خاطر توا باش نشوفوا جانب ثاني من الحكاية، الفلوس. روبلوكس عندها عملة اسمها روباكس، وولدك يشري بيها شابو، سيف ولا حتى شخصية. $10 تجيب حسب التقريب 800 روبكس. لهنا الحكاية عادية. أما روبلوكس قالت للصغار اصنعوها انتم الألعاب وربحوا فلوس حقيقية. الصغير يتعلم يبني لعبة والناس تصرف فيها روبكس. باش تحول لازمك 30,000 روبكس كحد أدنى، وعلى كل $1 خلصوا اللاعب في لعبتك انت يوصلك تقريبا الربع، والباقي حوالي 70% وأكثر يمشي للشركة. تحقيق People Make Games في 2021 سماها استغلال مطورين صغار، وكي طلبوا من الشركة تعليق الشركة طلبت منهم يفسخوا الفيديو، ما فسخوش ونزلوا تحقيق ثاني أعمق. وفما أخيب سيتات قمار كاملة اتبنات على الروبكس. الصغير يدخل بالكونت متاعه يحط الروبكس ويقمر كازينو حقيقي بعملة اللعبة. تحقيق سكاي نيوز في ديسمبر 2024 لقى سايت واحد شد $22 مليون رهانات، ولقى طفل عمره 14 سنة قمر بما يعادل 52,000 جنيه استرليني. السيتات تسكرت بعد التحقيق. وتوا نحب نسمع رأيك انت، إذا كنت في بلاصة صاحب القرار في تونس تسكرها كيف ما الجزائر ولا تخليها وتراهن على التوعية؟ اكتب لي في الكومنتير، خاطر القرار مش سهل كيف ما يظهر. اسمع التسلسل هذا. في فبراير 2025 روبلوكس تطلق النسخة العربية والإعلان من دبي، والشركة تقول إنه الشرق الأوسط من أسرع أسواقها نمواً. وبعدها بأشهر الدنيا تقلبت. 13 أوت 2025 قطر تسكر، 21 أوت الكويت تسكر، السعودية تحجب 300,000 لعبة من داخل المنصة. وفي 30 أكتوبر 2025 الشرطة العراقية تعلن أنها شدت مراهق عمره 14 سنة يدير حسب بياناتهم الرسمية 16 شبكة أونلاين تستعمل روبلوكس لاستدراج الصغار بتحديات تبدأ بالجروح وتنتهي بالانتحار، وتحكي على قرابة 30 طفل في دول عربية مختلفة. ونعاودها باش نكون دقيق، هذا حسب بيان الشرطة العراقية، وكالعادة تلقاو المصادر كلها في الديسكريبشن. في نفس الفترة مركز الفتوى العالمي متاع الأزهر حذر من اللعبة رسميا. تركيا اللي سكرتها من 2024 محلتها كان في جوان 2026. وفي أبريل 2026 الشركة خلصت $35.8 مليون صلح مع 3 ولايات من غير ما تعترف بأي غلطة. والملف الفيدرالي الكبير متاع 177 عائلة مازال محلول إلى يومنا هذا. الجزائر خيرت بالصيف حجب كامل من سبتمبر 2025. النتيجة تنزيل VPN طلع ب 930% في جمعة واحدة. يعني السؤال واضح، الحجب يحمي بالحق ولا يخبي المشكلة تحت الزربية؟ المغرب خير القانون، نواب طالبوا بحظر روبلوكس وفري فاير، وفما مشروع قانون يمنع الكونت قبل 13 سنة. وتونس خيرت التوعية. الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية سمت روبلوكس رسميا في نوفمبر 2025 كلعبة تعرض معطيات الصغار وتدفعهم لسلوكيات خطيرة. نائب في البرلمان طرح سؤال كتابي والوزارة جاوبت في أبريل 26 لا للحجب، نعم للتوعية والمرافقة. 3 جيران، 3 طرق، واحد سكر، واحد يقنن، وواحد يوعي. شكون هو اللي عنده الحق؟ وما فماش جواب قطعي، أما فما حقيقة ما تتبدلش مهما عملت الدولة. السور الأول والأخير هو الدار. وقبل ما نقول لك شنو تعمل بالضبط لازم نشوفوا شنو صار كي الشركة جربت تصلح روحها. في جانفي 2026 روبلوكس ولات أول منصة ألعاب كبيرة تفرض التحقق من العمر بمسح الوجه باش تستعمل التشات. خطوة كبيرة ونقولها بالحق. أما بعدها عدد المستعملين النشيطين في اليوم طاح من 152 مليون ل 123 مليون، حوالي 30 مليون تبخروا في أشهر، والسهم خسر قرابة 3/4 قيمته من القمة. وحتى الحل روحه دخل في الجدل. في جويلية 2026 قضية جديدة تدعي أن المسح صنف طفلة عمرها 15 سنة كشخص بالغ واسمح لها تحكي مع الكبار. وهوني نوصل لحكايتين. الحكاية الأولى تقول الشركة قاعدة تتحرك بجدية، ملايين المستعملين وقيمة كبيرة بسبب إجراءات الحماية وعملت حاجة ما عملوهاش منافسين. والرواية الثانية تقول ما تحركت كان كي تحاصرت بعد التحقيقات والقضايا والحظر، رغم أنه التقارير كانت موجودة من سنين. زوز روايات والوثائق قدامك، أنت أحكم. أما أنت ما تستناش لا في شركة ولا في دولة. 5 حاجات تعملهم من الليلة وما يكلفوك حتى مليم. أول حاجة العمر الصحيح في الكونت، ما تخليش ولدك يسجل روحه أكبر من عمره خاطر أنظمة الحماية مبنية على العمر. ثاني حاجة التشات، سكروا الكله ولا خليه كان على الصحاب برك. ثالث حاجة الفلوس، حط كود سري على أي عملية شراء وما تربطش الكارتة متاعك بالكونت إذا ما عندكش سيطرة على المشتريات. رابع حاجة وركز فيها، أخطر جملة يسمعها ولدك في اللعبة هي أي نكملوا الحكاية في الديسكورد. برجع من الاستدراج يبدأ في اللعبة ويكمل برا اللعبة وين الرقابة أقل. علموا إنه أول ما واحد يطلب منه يمشي لأبليكاسيون أخرى يجي يقولك. وخامس حاجة وهي الأهم،
العب معاه مرة في الجمعة وقعد بحذاه، خليه يوريك في عالمه ويشرح لك شنو يعمل. الطفل اللي يلقى شكون يسمعه في الدار ما يمشيش يلوج على شكون يسمعه في الشات. وفي الآخر نرجع لسؤال البداية، روبلوكس فيها إبداع حقيقي، فيها صغار تعلموا البرمجة والتصميم وحتى ربحوا منها فلوس، وفيها زادة كل اللي سمعته في الفيديو هذا دول عربية سكرت ولا قيدت، وتونس خيرت التوعية. والتوعية بالمناسبة هي بالضبط الفيديو هذا اللي وصلك للآخر. إذا الفيديو عجبك ابعثوا الأب ولا أم تعرف عندهم صغار يلعبوا روبلوكس، نجم تكون أهم مشاركة تعملها العام هذا. إذا يعجبوك الملفات من النوعية هذه ما تنساش باش تعمل أبوني وتفعل زر الجرس، لايك وكومنتار حلو كيفك، ونشوفوكم إن شاء الله في فيديو بعد يومين. شكرا.